السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غنقدم لكم الهريسه ان شاء الله. واحد الهريسه صحيه بالثومه وزيت العود والحار، فلفله حاره. هاد الوصفه عطاتها ليا فيليبينيه، كتجي زوينه بزاف وصحيه بنينه، ما تشبعوش منها. كتجي مع لي بات، تجي مع ديرها في ساندويتش، دير اللي كيبغي الحار، كل واحد شنو كيبغي. المهم انا كناكل فيها بزاف وكتعجبني، بنينه كتجي. وغادي نقطعها، نديرها في هاد الهاشوار، نقطعها كامله وغادي نطحنها. وهانتوما معايا تشوفوا كيفاش كندير ليها. راه غتجربوها توليو مدمنين عليها، حيت زوينه بزاف، بنينه كتجي وصحيه، حيت فيها الثومه. شوف شحال ديال الثومه فيها. وغندير لها شويه الملحه. المهم غنطحن هادشي كلشي خضر وغادي نرجع معكم. وهي راه ما كنحيدولهاش الزريعه، كتبقى بزريعتها باش كتجي بحال الهريسه. انا نظفتها مزيان، غسلتها، وانا كنت بديت نقطع فيها وانا تجيني الفكره، قلت علاش ما نصورهاش. احسن من الهريسه ديال الزنقه اللي كيكون فيها مواد حافظه، وما عرفناش شنو كيديروا فيها، الله اعلم. المهم شي حاجه اللي كتصايبيها في الدار كتكون مزيانه. ونخليكم مع الطريقه. دابا غادي نقطعها بحال هاد الطريقه هكايا. تقدروا تلبسوا الليكات الا خفتوا من الحار. شفتوا؟ المهم كتقطع غير بحال هكا، غير عشوائيه، حيت غير كتطحن هي كتولي مطحونه، ماشي مطحونه كاع ما، ولكن كتبقى باينه الزريعه ديالها. هذا شفتوا؟ كيما هكا. هاد الوصفه عطاتها لي الاخت عايده من الفلبين، الله يجزيها بخير. كنت كنشوفها كتاكلها كتقول لي ذوقي، ما كنبغيش ناكلها، ولكن نهار ذقتها عجباتني ودابا وليت كنصايبها. هانتوما كيفاش كتكون. هي خصها تكون حمراء باش كتجي بحال الهريسه تماما. هنايا غادي نحط باش الثومه ما تجينيش، ما تجينيش غليظه. غنحكها الثومه، غادي نحكها هنا باش تكون تطحن ليا مزيان. كلها غادي نديرها بحال هكا. انا كنت كنطحنها بداك الميكسور، ما كنحكاش كاع، كنديرها هي وكنديرها هكاك صحيحه وكنطحنها. هذا اول مره غنطحن في هذا الهاشوار. هذا الهاشوار ها هو عطاتو ليا خالتي لطيفه من الرباط، الله يعطيها الخير، غزال عجبني، واعر كيطحن مزيان. غادي نحك هاد الثومه كامله وغنطحن هادي الهريسه، هاد الفلفله، وغنديرها في الطنجره وغنرجع معكم تشوفوا كيفاش غنطيبها. ها نتوما دابا شوفوا ملي طحنتها كي ولات، شوفوا ها نتوما كتجي هنا مزيناتها. دابا غندير واحد المعلقه د الملحه، صراحه معلقه بزاف، ما غنديرهاش كامله. انا كنديرها بلا ملحه، كتعجبني بلا ملحه، كاين هي كيديروا فيها الملحه. وهنا غنزيد زيت العود، واحد الكميه زيت العود زعما تكون مهمه، تتغطى لينا هاد الهريسه بحال هكا. هي زيت العود هي اللي كتجيبها مزيانه وكتحافظ عليها. واحد الكاس كبير كاع ديال زيت العود. هانتوما شوف دابا غادي نردها تغلى، وهانتوما معايا شوفوا هي هادي كيفاش كطيب. دابا غير غتغلى شويه غنطفي عليها، ماشي كتبقى طيب بزاف، واحد 5 دقائق حتى تبقى تطربخ. وغادي نطفي عليها وغنديرها في قراعي وغادي تشوفوا كيفاش كتجي. المهم هي راه ما تقربوش ليها وجهكم، كتبقى طلع ديك الحراره ديال الحار، كتضر شويه في الحلق، بعدوا منها، عطيوها اتساح. هي هادي، نتمنى تجربوها. ها هي، خليكم تشوفوا النتيجه النهائيه.
كتجي رائعه فنه. خاصها تكون بحال هكا صافي. ملي تشوفها دارت بحال هكا طفيو عليها صافي. بحال هاد الطريقه تكون دايره هاد العوينات كطربخ صافي طفيو عليها. دابا انا طفيت عليها نخليها تبرد وغادي نديرها في القراعي. شوفوا هي هذه الهريسه، شوفوا كيفاش كتجي اكثر من رائعه. نتمنى تجربوها. خرجت لي هاد القرعه هذه يكون فيها الشكلاط، عقمتها بالماء سخون وهي باقي عندي هنايا. شوفوا شحال باقي عندي. غادا ندير له شي قرعه واحده اخرى. شوفوا كيفاش كتجي غزاله، احسن من هذيك اللي كتباع في الزنقه. نتمنى تجربوها. حاره انا كنديرها في لي باط، كنديرها في ساندويتش، كنديرها في كل شيء. كتعجبني بزاف، ما تشبعوش منها. بنينه كتجي مع ديك الثومه وزيت العود. وما تخليوهاش طيب بزاف تبقى تغلى. انتو راه الزيت يطلع الفوق بحال هكا. الزيت يطلع الفوق وكيحافظ عليها. كتبقى الا درتوها في الثلاجه راه كتبان لكم صاحت مع زيت العود، كتولي بحال دايره بحال الزبده كتقال. ما تقولوش راه خسرات، راه هي هكاك. ونتمنى تجربوا هاد الهريسه هذه، راه صحيه وبصحتكم وراحتكم.